بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هعمل معاكم محشي تحفة، محشي طريقة الحلة الواحدة. كل انواع المحشي دي حطيتهم في حلة واحدة بقى وخدوا من طعم بعض، واللهم مبارك حاجة كده ايه تحفة. البتنجان طبعا الايام دول غالي جدا ب40 و50. طب وليه؟ طب ما احنا عندنا البتنجان الكوبي ده تحفة جدا وحلو قوي وب10 جنيه. جبت معاكم هنا بصلاية كبيرة مفرومة وضربوها في الكبة صغير خالص، وبعدين حطيت مادة دهنية وحوالي نص كوباية زيت عليها معلقة سمنة، وبعدين حطيت الطماطم، ده كيلو ونص طماطم. وبعد ما حطيتها وسبكت كويس جدا، انا التوابل معاكم كنت بحطها بس الفيديو كان مقفول، عفوا بقول لكم الصراحه فما جاتش معاكم. حطيت فلفل اسود وشطه وملح وورق الهوري ونعناع وزعتر وكمون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. وحطيت 3 انواع من الخضره، شبت وكزبره وبقدونس، طبعا دول لازم اساسي للمحشي. وبعد ما اتسبكت معايا وحطيت الخضره بتاعتي والتوابل بتاعتي، حطيت كميه الرز اللي انا هعملها مع بعض وقلبتها كويس جدا. شوحتها شويه كده مش اكتر من 5 دقايق، يدوبك بس 5 دقايق كده. النهارده بقى المحشي بتاع الحله الواحده ده بيبقى طعمه حلو جدا، بياخد من بعض بقى كده وتحفه. اللهم بارك. جبت بقى البتنجان ده جميل جدا، بيبقى طعمه يا جماعه زي الزبده، تحفه فعلا حرفيا تحفه. والكوسه دي جميله، انا بحب الكوسه صغيره كده. انا كل الناس يقولوا لي صغيره اي، بس انا بحبهاش غير كده، بتبقى جميله وطعمها مسكر وحلوه قوي. جيت معاكم بقى الكوسه هي قورناها وخلصناها وبعدين بنحشيها مع بعض اهو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يا رب تعجبكم. النهارده انا عملت معاكم المحشي قبل كده كذا مره، بس بقى محشي طريقه الحله الواحده دي بالبتنجان بقى اللي هو الكوبي ده، اللي هو المفروض البتنجان الرومي بس الصغير منه، مع الكوسة، مع شوية ورق عنب. بقى اليومين دول احنا في شهر 4، وشهر 4 ده موسم الورق العنب بقى، الورقة الناعمة الحلوة بقى بتاع ميت يزيد والقرشية ده بقى في حتة تانية الصراحة. ورق العنب ده بقى انا ليا يا جماعة حبايبي بيجيبوهولي من ميت يزيد ومن القرشية، تحفة كلهم هدول. دي بقى هنا معانا ايه الفراخ اللي احنا هنعملها علشان ناخد الشوربة بتاعتها نسقي بيها ايه المحشي. لازم المحشي السقة بمرقة تكون حلوة كده. فالفراخ معايا كانت ساقعة شوية متبلة في البصلاية مبشورة، عليها طماطماية متقطعة، فلفل ورق لوري وملح. وبعدين حطيته مع الفراخ تبلته واديتها تشويحة كده، وحطيت عليها النار وسبتها تتشوح شوية. وبعدين حطيت عليها ايه اللهم بارك المية تكون سخنة عشان نعمل شوربة حلوة بقى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. شايفين ما شاء الله؟ شايفين ده بقى الورق يا جماعة يبقى ناعمة كده، ورق العنب يبقى ناعم كده يبقى جميل، تحسي ان انتي بتاكلي بقى تحفة فعلا حرفيا. المزازة اللي فيه وريحته في حتة تانية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. عملت معاكم بقى الكوسه حشيتها كلها وحشيت البتنجان. البتنجان ده بجد بجد زبده، انا بحب اعمل البتنجان صغير بس بجد دي طريقه مامتي في البتنجان، فهي بتحب تزيد بس فعلا بيبقى طعمه فظيع والله في حته تانية حرفيا. انا بقى طلعت معاكم كميه ورق العنب اللي هي معايا دي حوالي نص كيلو بس. هو لو عايزه كمان تخزني ورق عنب دول احلى يومين للورق العنب. حطيت بقى حشيت شويه ورق عنب اهوت معانا زي ما عملنا قبل كده، وحشيت الكوسه والبتنجان وكله في حله واحده. اديله بقى كميه الشوربه الحلوه اللي هو محتاجها، وبألف هنا وشفا للي هياكل. بجد بجد لو جربتي طريقتي في المحشي مش هتعملي غيرها تاني، حرفيا في حته تانية. بالهنا والشفا.